نجرب الخديوي مع التحرير، واتمنى ان حد يوقفه عند حده. يلا بينا نجربوه مع بعض ونشوفوا محتوياتهم وطعمهم عامل ايه. يلا بينا نبدا بكشري التحرير. كيس المناديل بتاعه، شطه، صلصه، دقه، تقليه او البصل، طبق الكشري. دي محتويات طبق كشري التحرير. تعالوا بقى نشوفوا الخديوي. برده معلقه ومناديل. طبق الكشري باين ان هو اكبر. الكيس جاي مش زي ده طبعا، ده محطوط في كيس عادي، ده متغلف. هو كده تبقى لها تقليه، لكن طبعا عليها بصل محمر. تمام. تقليه، الشطه، الدقه. كان مغلف. دي كانت بقت الدنيا مظبوطه زي بعض يعني. هي جت المشكله في كده. المنديل بتاعه مكتوب عليه اسمه، ده المنديل بتاعه مش مكتوب عليه حاجه. خلينا نبدا بقى واحد واحد. ده زي ما احنا شايفين نفس المحتويات بنفس التغليف، هو تقريبا الا الصلصه. عموما دي حاجه ما اتغيرش كتير، لكن الطعم هو اللي هيفرق في الموضوع ده. شايف ان الباكجنج زي ما هو تقريبا مفيش اختلاف كتير. فخلينا بقى ندوق طعم واحد واحد. المره دي هنبدا بالتحرير. المره اللي فاتت بدانا بالزعيم، فخلينا نشوف التحرير هيقول ايه قصاد الخديوي. علبه كشري التحرير اللي احنا متعودين عليها طبعا عارفينها. دي سعرها